شنو هما الاكياس المبيض وعلاش خصنا نراقبوهم؟ السلام عليكم. الاكياس المبيض هما كتل مائيه ولا شبه مائيه كتكون في المبيض. المبيض هما كاين جوج ديال الاعضاء لاصقين في الرحم، كاين على مستوى الحوض المراه، والمبيض عنده جوج ديال الاغراض كيقوم بهم. اولا هو خزان ديال المبيضات، وثانيا هو عضو تيفرز لنا الهرمونات النسائيه. الاكياس المبيض كاين جوج الانواع. كاين النوع الاول اللي هو نوع وظيفي، كيتغير الحجم ديالو على حسب الدوره الشهريه، وهذا النوع الوظيفي في غالب الاحيان تيبرى بوحده، 90% تقريبا من الحالات كيبرى بوحده. وكاين النوع الثاني هو الاكياس العضويه، وهذه اكياس كتكون من الانسجه اللي كتكون في المبيض، والتطور ديالها والحجم ديالها والسن ديال المراه كيخلي الاعراض تختلف. الاعراض اللي كتنتجها الاكياس يا اما الم على مستوى الحوض او البطن، كاين اورام، بعض المرات الحجم ديال الكيس كيكبر وتيدير لنا واحد التورم في البطن ولا في الحوض، كاين الام اللي كتجي وقت الدوره الشهريه، وكاين ملي تيكون الحجم ديال الكيس كبر بزاف تيقدر يدير اعراض في الجهاز البولي، البول المتكرر، او اعراض متعلقه بالجهاز الهضمي. التشخيص ولا بدا ما يكون طبي، لانه الطبيب هو اللي كيقوم بالتشخيص، مقرون بالفحص بالصدى يعني التلفزه ولا ليكوغرافي. بعض المرات كنحتاجوا سكانير او لا كنحتاجوا ليغ. العلاج كيختلف على حسب الحجم ديال الكيس، سن المريضه، والاعراض اللي داير لنا الكيس. والعلاج كيمكن يكون بحال مثلا الاكياس الوظيفيه كتعالج غير بالمراقبه، وبالنسبه للاكياس الاخرى كيمكن العلاج يحتاج تدخل جراحي. يعني المضاعفات كاين نزيف داخل الكيس، كاين التواء في الكيس، وكاين الكيس كيتفرقع، وهادو اغلبيه الحالات كيخصنا ندخلوا باسرع وقت ممكن. علاش مراقبه الاكياس المبيض مهمه؟ اولا كتخلينا ندخلوا في الوقت المناسب ملي كيكونوا مضاعفات، وثانيا كنتدخلوا كذلك في الوقت المناسب بالفريق الطبي المناسب ملي كيكونوا الحالات اللي قابله للتسرطن. والسلام عليكم.